فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاصر بني قريظة قال هؤلاء الفتية وكانوا شبابا أحداثا: يا بني قريظة، والله إنه لنبي الذي كان عاهد إليكم فيه ابن الهيبان. قالوا ليس به. قالوا والله إنه لهو بصفته. فنزلوا فأسلموا فأحرزوا دماؤهم وأموالهم وأهليهم. قال ابن إسحاق: فهذا ما بلغنا عن أخبار يهود. قال تعالى: يوبخ أهل الكتاب على كفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم وجحودهم نبوته. يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. سورة آل عمران آية 70. أي تشهدون أن نعت محمد في كتابكم ثم تكفرون به ولا تؤمنون به، وأنتم تجدونه عندكم في التوراة والإنجيل النبي الأمي. سلمان الفارسي وقصته. سلمان الفارسي أبو عبد الله، ويعرف بسلمان الخير، مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأصله من جيء وهي مدينة أصفهان، وكان اسمه قبل الإسلام مابه بن دخشان بن مرسلان بن بهبزان بن فيروز بن سارك من ولد أبو الملك، وكان ببلاد فارس مجوسيا ساد النار. راجع سيرة ابن هشام وأسد غابلاب الأثير. وكان أبوه مجوسيا، فتافق أنه هرب منه يوما ولحق بالرهبان وصحبهم، ثم قدم الحجاز عند ظهور النبي مع العرب، فباعوه إلى يهود من قريظة، فأتى به المدينة. فلما دخل النبي أسلم وشهد معه أكثر المشاهد، وأول ما شاهده وقعة الخندق، وكان من فضلاء الصحابة وزهادهم وعلماؤهم وذوي القربى من الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أشار على الرسول صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق حين جاءت الأحزاب. وفيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سلمان منا أهل البيت. وكان يعمل الخوص بيده ويأكل من ثمنه. وأخى الرسول صلى الله عليه وسلم بينه وبين أبي الدرداء. وروى عنه جماعات من العلماء. توفي سنة 35 للهجرة، وقيل 34، ودفن في المدائن شرق بغداد، وله مقام زائوان كسرى يزار حتى الآن، ويعرف بمقام سلمان باك، وهي لفظة فارسية معناه طاهر. قيل عاش 50 و100 سنة، وقيل أكثر من ذلك، وهو معمار العرب. عن ابن عباس رضي الله عنه قال: حدثني سلمان الفارسي وأنا أسمع من فيه قال: كنت رجلا من أهل فارس من أصبانها، من جي ابن رجل من دهقانها. دهاق جمع دهقان، وهو شيخ القربة. وكنت أحب خلق الله إليه، فأجلسني في البيت كالجوار، فاجتهدت في الفارسية. وفي حديث علي بن جابر في المجوسية. وكان أبي صاحب ضيعة، وكان له بناء يعالجه، فقال لي يوما: يا بني، قد شغلني ما ترى، فانطلق إلى الضيعة ولا تحتبس فتشغلني عن كل ضيعة بهم بك. فخرجت لذلك، فمررت بكنيس النصارى وهما يصلون، فملت إليهم وأعجبني أمرهم، وقلت: هذا والله خير من ديننا. فأقمت عندهم حتى غابت الشمس، لا أنا أتيت الضيعة ولا رجعت إليه. فاستبطأني وبعث رسولا في طلبي، وقد قلت للنصارى حين أعجبني أمرهم: أين أصل هذا الدين؟ قالوا: بالشام. فرجعت إلى والدي فقال: يا بني، قد بعثت إليك رسولا. فقلت: مررت بقوم يصلون بكنيسة، فأعجبني ما رأيت من أمرهم، وعلمت أن دينهم خير من ديننا. فقال:
يا بني دينك ودين آبائك خير من دينهم. فقلت كلا والله، فخافني وقيدني، فبعثت إلى النصارى وأعلمتهم ما وافقني من أمورهم، وسألتهم إعلامي من يريد الشام، ففعلوا، فألقيت الحديد من رجلي وخرجت معهم حتى أتيت الشام، فسألتهم عن عالمهم فقالوا الأسقف، فأتيته فأخبرته وقلت أكون معك أخدمك وأصلي معك. قال أقم. فمكثت مع رجل سوء كان يأمرهم بالصدقة، فإذا أعطوه شيئا أمسكه لنفسه حتى جمع 7 قلال مملوءة ذهبا وورقا، الورق بكسر الراء مفتوحا مقابلها الفضة، فتوفي. فأخبرتهم فجزروني، فدللتهم على ماله فصلبوه، ولما يغيبه ورجمه، وأجلسوا مكانه رجلا فاضلا في دينه زهدا ورغبة في الآخرة وصلاحا، فألقى الله حبه في قلبي حتى حضرته الوفاة. فقلت أوصني، فذكر رجلا بالموصل، وكان على أمر واحد حتى هلك. فأتيت الموصل فلقيت الرجل، فأخبرته بخبري وأن فلانا أمرني بإتيانك، فقال أقم. فوجدته على سبيله وأمره حتى حضرته الوفاة، فقلت له أوصني، فقال ما أعرف أحدا على ما نحن عليه إلا رجلا بعمورية. فأتيته بعمورية، عمورية بفتح أوله وتشديد ثانية، بلد من بلاد الروم، فتحها المعتصم سنة 23 و200 هجرية. فأخبرته بخبري، فأمرني بالمقام وساب لي شيئا واتخذته غنيمة وبقرات، فحضرته الوفاة. فقلت لا من توصي بي؟ فقال لا أعلم أحدا اليوم على مثل ما كنا عليه، ولكن قد أضلك نبي يبعث بدين إبراهيم الحنيفة، مهاجره بأرض ذات نخل، وبه آيات وعلامات لا تخفى، بين منكبيه خاتم النبوة، يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، فإن استطعت فتخلص إليه. وتوفي، فمر بي ركاب من العرب من بني كلاب، فقلت أصاحبكم وأعطيكم بقراتي وغنامي هذه وتحملوني إلى بلادكم، فحملوني إلى وادي القرى، فباعوني من رجل من اليهود، فرأيت النخل، فعلمت أنه البلد الذي وصف لي، فأقمت عند الذي اشتراني، وقدم علي رجل من بني قريظة فاشتراني منه، وقدم بي المدينة، فعرفتها بصفاتها، فأقمت معه أعمل في نخل. وبعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم وغفلت عن ذلك حتى قدم المدينة، فنزل في بنو عمرو وبنو عوف، فإني لفي رأس نخلة إذ أقبل ابن عم لصاحبي. كان ذلك في يوم الجمعة 16 من ربيع الأول، بعد وصول رسول الله للمدينة ب4 أيام، يواله 22 و600 ميلادية. فقال أي فلان، قاتل الله بني قيلة. بني قيلة يريد عرب المدينة. مررت بهم أنافا وهم مجتمعون على رجل قدم عليهم من مكة يزعم أنه نبي، فوالله ما هو إلا أن سمعتها، فأخذني القرع، فرجفت بي النخل حتى كدت أسقط، ونزلت سريعا فأقبلت على عملي حتى أمسكت، فجمعت شيئا فآتيته به وهو بقباء عند أصحابه، فقلت اجتمع عندي شيء أردت أن أتصدق به، فبلغني أنك رجل صالح ومعك رجال من أصحابك ذو حاجة، فرأيتهم أحق به فوضعته بين يديه فكف يده وقال لأصحابه كلوا، فقلت هذه واحدة، ورجعت وتحول إلى المدينة، فجمعت شيئا فأتيته به، فقلت أحببت كراماتك فأهديت لك هدية وليست بصدقة، فمد يده فأكل وأكل أصحابه، فقلت هاتان 2، ورجعت فأتيته وقد تبع جنازة في بقيع الغرزق.
أصل البقيع في اللغة الموضوع فيها ورم الشجر من ضروب شتاء، وبه سمي بقيع الغردق. والغردق كبار العوسج. وبقيع الغردق هو مقبرة أهل المدينة وهي داخل المدينة. قال سلمان الفارسي: وحول رسول الله أصحابه صلى الله عليه وسلم، فسلمت وتحولت أنظر إلى الخاتم في ظهره فعلم ما أردت، فألقى رداءه فرأيت الخاتم فقبلته وبكيت، فأجلسني بين يديه فحدثته بشأني كله كما حدثتك يا ابن العباس، فأعجبه ذلك وأحب أن يسمعه أصحابه. ففاتني معه بدر وأحد بالرق، فقال لي: كاتب يا سلمان عن نفسك. فلم أزال بصاحبي حتى كاتبه على أن أغرس له 300 ودية. الودية واحد الوادي صاغر فسيل النخل، وعلى 40 أوقية من ذهب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعينوا أخاكم بالنخل. فأعانوني بال25 حتى اجتمعت لي، فقال لي: انقر لها ولا تضع منها شيئا حتى أضعه بيدي. ففعلت، فأعانوني أصحابي حتى فرغت. فأتيته فكنت آتيه بالنخلة فيضعها ويسوي عليها ترابا، فانصرف. والذي بعثه بالحق فما ماتت منها واحدة. وبقي الذهب، فبينما هو قاعد إذ أتاه رجل من أصحابه بمثل البيض من ذهب صابه من بعض المعادين، فقال: ادعوا سلمان المسكين الفارس المكاتب. فقالوا: ادي هذه. فقلت: يا رسول الله، وأين تقع هذه مما عليه؟ هذه قصة سلمان الفارسي، وهي كما يتوضح للقراء. المنصف معقول وليس فيه شيء من المبالغة.